هبدأ زي ما انتوا شايفين كده انفض كده الردة من عليه وهرصه على جنب. عايزة اقول لكم يعني العيش اليومين دول مش عارفة ايه اللي جرى بصراحة، العيش ولا بقى يتاكل، وتحسوا كده ان احنا لما بنحط العيش فوق بعضه وتيجي تطلعيه معرفش بيبقى ماسك في بعضه ليه، يعني ربنا يرحمنا برحمته يا رب. زي ما انتوا شايفين كده لازم انزل الردة وانفضه كويس كده لان بيبقى طبعا فيه ردة كتير. وهنا بقى جبت الكيس زي ما انتوا شايفين كده، وبقيت احط شوية في كل كيس وهبدأ اشيلهم في الفريزر. هبدأ بقى اشيله في الفريزر وبعد كده بقى انفض الردة من على السفرة. تعالوا بقى نشوف هنعمل اكل إيه النهارده. جبت بصلتين كده وطماطم، وكان معايا برضو قرنين فلفل، بدأت اقطعهم زي ما انتوا شايفين كده في الكبة، وهحط عليهم شوية من المية عشان بس الكبة تلف معايا، لان عندي الكبة مفيهاش الا سكينة واحدة، التانية مش عارفة بصراحة راحت فين، فبضطر ارجها كده عشان تبدأ تقلب معايا البصل والطماطم والفلفل. هبدأ انقعهم حلو، وبعد كده هجيب صينية زي ما انتوا شايفين وهبدأ افضي فيها طبعا التتبيلة بتاعتنا. حطيت بقى شوية من التوابل، ملح، بودرة توم، كمون، فلفل، اي حاجة عندك، ويا سلام بقى لو في كاري، هتبقى برضك الخلطة بتاعتنا حلوة أوي، بس للأسف أنا ما كانش عندي. هنا بقى زي ما أنتم شايفين حطيت معلقة كبيرة من الخل، وبدأت كده أقلب التتبيلة حلو، وبعد كده جبت مكعب برضه من المرقة. كل ما بتزودي في التوابل كل ما بيبقى التتبيلة طعمها حلو، بس مش هاحط عليها زيت، لإن طبعًا آآ الفراخ بتبقى فيها نسبة من الدهون. اللي أنا باحطه ده كان عندي الأجنحة بتاعة الفراخ، أنا كل ما أجيب مثلًا فرخة باشيل منها الأجنحة بالهيكل بتاعها على جنب، وباعمل البانيه لوحده والوراك لوحدها، وأفضل أشيلهم لغاية ما باجمّع شوية حلوين، وبعد كده بابدأ أعملهم زي أكلة كده في يوم، تمام. الكمية اللي معايا دي عاملة حوالي بتاع 3 كيلو، قطعت الجناحة لوحدها الرقبة لوحدها والهيكل لوحده، وطبعًا منضفاهم و هاحطهم في الصينية زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده هابدأ أقلبهم كده في التتبيلة. هاقلّب كويس عشان برضه ال الأجنحة تاخد كده وتشرب من التتبيلة. هابدأ أحط بقيتهم. عايزة أقول لِك لمّا بتجيبي الفراخ، يعني مثلًا لو جبتِ فرختين وقسّمتيهم بانيه وهياكل ووراك والكلام ده كله، بيوفّر معاكِ جدًا، يعني أحسن كتير لمّا بتجيبي الفرخة كده وتعمليها في يوم واحد، بتوفّر معاكِ يعني مثلًا جبنا مثلًا كبد والقوانص، بابدأ أجمّعهم مثلًا في أكياس، ولغاية مثلًا ما باعمل حوالي كيلو أو نُص كيلو برضك تبقى وجبة عندي، فالموضوع ده بيوفّر معايا جدًا يعني. هنا بقى كنت علّقت عليها وبدأت برضه أجيب بصل وفلفل، وهابدأ أقطّعهم في الكبة زي ما أنتم شايفين، ومعايا بطاطس مقطّعاها شرايح، وهابدأ أنزل بالبصل وعليها بقى التوابل، زي ما إحنا متفقين أي توابل عندِك حطّيها، وأنا من رأيي إن أنا باحب التوابل تبقى في الأكل كتير. هي في ناس تقول لك بيغيّر طعم الأكل والكلام ده كلّه، بس أنا بالنسبة لي لأ، بيدّي للأكل طعم حلو جدًا. هنا بقى كنت حطيت شوية من الزيت وهابدأ أقلّب كده، هاقلّب كويس كده، وبعد كده هنبدأ نعمل إيه تاني، هابدأ أحط معلقة كده من التوم وشوية من الفلفل الأحمر، وهنا نزلت بقى بشفشق كده من الطماطم وهاقلّبه كويس، وبعد كده هنبدأ بقى نعلّق عليهم على النار. هنا برضه حطيت شوية مكعب من المرقة، يعني حوّجت صينية البطاطس عايزة أقول لكم طعم الأكل زي العسل. هنا بقى كنت جبت حلة عشان نعمل الرز، حطيت حوالي نُص كيلو كده من الشعرية وسِبتهم لمّا اتحمّروا، وبعد كده قُمت نازلة بالرز. سامحوني يا جماعة على صوتي لإني تعبانة والله وباسجّل بالعافية.
هنا بقى بابدأ أقلّب الرز وهاسيبه شوية لمّا يتشوّح، وهاحط معلقة من الملح ومكعب من المرقة، زي ما أنتم شايفين كده هاشوّحه وبعد كده هنبدأ بقى نجيب طبعًا هنسقي الرز بالمَيّة، كده خلاص هاقلّبه وهاسيبه لمّا يستوي. هنا بقى كانت الأجنحة معايا استوت، شِلتها طبعًا في طبق وجِبت الشوربة اللي هي كانت آآ مطرح الأجنحة وصفّيتها طبعًا من البصل التتبيلة اللي كانت فيها بس ما رميتهاش، حطيتها على البطاطس، ادّت البطاطس عايزة أقول لكم طعم حلو جدًا، وخدت الشوربة عملت فيها الملوخية. هنا سِبت طبعًا الملوخية على النار لغاية ما تستوي عملت بقى الطشة بتاعة الملوخية طبعًا موطية عليها عقبال ما الملوخية بتاعتي تفُك تكون هي اتحمّرت. طبعًا الطشة بتبقى توم وحطيت عليها معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر وكزبرة ناشفة. هنا بقى خلّصت الملوخية وهابدأ أقلّبها زي ما أنتم شايفين كده، كده خلاص الأكل بتاعي بقى جاهز. هنا خلاص بُصّوا زي ما أنتم شايفين البطاطس استوت والرز وأدي شكل الأكل، يا رب الفيديو يكون عجبكم.